السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة كل صباح بصنعة في مطبخ ندى. اليوم إن شاء الله يا البنات جبت لكم تحدي تاع 360 مليون. نعم، 360 مليون. تقولوا لي يا ندى واش بيك تاع 20 مليون ما قدرنالوش وتاع 100 مليون محال كيما كتبوا لي بزاف في التعليقات. يا ندى 100 مليون مستحيل ندخلوا للقبر وما نكملوهاش. يا ندى منين نجيب يا ندى 100 مليون؟ بزاف بزاف بزاف. ونقول لكم اللي راقد ومغطي على راسو حط راسو على المخده وراقد نهار كامل هو في البنك ينوض على 11 ويعاود يا ربي يدور دوره زوج ثلاثه ياكل منها، هذا لا يصلي الظهر يعاود يولي يدير لا سياست نهار كامل هو التليفون طلع حبه تروح دوغاتي غوش الفوق لتحت التلفزيون يزابي. هذاك اكيد ما راحش يدير حتى مليون في حياته. اما اللي قافز وشاطر ويسعى على رزقه هذاك يدير كتر من 20 مليون ويدير كتر من 30 مليون ويدير كتر من 360 مليون. نعم، 360 مليون فكرة راح تصدم البعض، لكن كي نجزئوها بشوي بشوي اكيد راح نقدروا نفهموا الخطوات كيفاش نمشوا عليهم وراح نديروا نقدروا نديروا اكثر من 360 مليون بدون راس مال. نزيد نصدمكم مليح، بدون راس مال. 360 مليون في جيبك في السنة بدون راس مال في السنة. اللي شاطرة تديرها في السنة واللي تقدروا ديروها حتى حياتكم كاع وانتم. المهم انا حنعطيكم الفكرة ومن بعد كل وحده تطبقها يعني سوغ ميزور على القياس نتاعها، وكل وحده وقفازتها وكل وحده وشطارتها. 360 مليون فايده ديروها بدون راس مال. اي مشروع دوك نشوفوا المشاريع اللي يجيب لكم 360 مليون في السنه بدون راس مال، ما عندك والو، جيبك فارغ. مهم يكون عندك تليفون تخدمي به، وماشي كي نقول تليفون ماشي هادو الشركات لم يدخلوا شركات. انا هادو كاع ما نخدمش معاهم وما نتعاملش معاهم. واللي راهم يقولوا لي يا ندى نسحقك وتدخلي وكاين عامل، لا انا نحب الرزق اللي يكون رزق مستقل، يعني ما يكونش تابعه لاي واحد ولا فيه شكوك ولا اوهام ولا نخاف يكون يدخل فيه الحرام. انا هادو ما نتعاملش اطلاقا معهم، ولو يعطوني 360 مليون في النهار ما نخدمهاش. نحب الرزق الحلال، رزق مضمون، وما نكون تابعه لحتى واحد باش ما نحسش روحي اسكلاف. لا انا حره ونخدم عند روحي، وكي نقدر نخدم كي ما نقدرش نخدم ما نخدمش. هذاك الوقت هذاك ملكي انا الخاص بيا، والدراهم نحب يكونوا من رزقي من حلالي، ما يكونوش على حساب انسان واحد اخر. انا نعاود نقول لكم هذا التحدي هذا جبته لكم بدون راس مال. المهم تكوني ذكيه، ولا تكون انت خويا اللي راك تشوف فيا تكون ذكي وتعرف كيفاش تخدم بدون راس مال. كيفاش يا ندى نديروا 360 مليون في السنه بدون راس مال؟ 360 مليون في السنه هايلك يا البنات. 360 مليون اني كان وجدتهم لهنا. 360 مليون في السنة حب يقول نخدموها في 12 شهر، ندخلوها في 12 شهر. كيفاش ندخلوا 360 مليون في 12 شهر؟ يعني هذا التحدي ممكن اذا انت ما قدرتيش ديريه، ودوك نعاودوا نرجعوا للي ديتاي للتفاصيل. اذا انت ما قدرتيش اختي ديريه وتقدري، يعني في الاول راح يجيك شويه صعيب، لكن فيما بعد مع الوقت السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه السنه الرابعه، مع الوقت راح تكتشفي بعض الاخطاء كنتي درتيهم. مع الوقت راح تكتشفي اغلاط وعفايس هكا تدخلي في لي ديتاي، تبداي تعرفي كاش عفايس هكذا غلطتي فيهم، رايحه ديريهم رايحه تتفاديهم. واذا انا قلت لك 360 في السنه في 12 شهر، ممكن ديريها في سنتين في ثلاثه في اربعه في خمسه، لكن فيما بعد تطوري من القدرات تاعك وتطوري من نفسك وتكون عندك ثقه في نفسك اكثر واكثر. تقدري انت ديريها اختي ولا بنتي اللي راكي تسمعي فيا، تقدري تعاوني زوجك وديروها كيف تقدري يعني تخدموا كيف وديروا كاس وحده، عندكم هدف واحد يعني بناء البيت. وكي نقول بناء البيت يعني راه تعبك وتعبو، ما تغفليش على تعبك، يكون اسمك واسمو. يعني تقولوا لي ندى تدخلي بزاف في لي ديتاي، يعني ما كاش فرق بين المراه والراجل. نقول لكم الحياه تفرق والموت تفرق.
الحياة تفرق والموت تفرق، والقانون لا يحمي المغفلين. هذه نقولها ونعاودها يا البنات. اذا هو خدم وتعب دبر راسو، حب يمدلك يمدلك، ما حبش يمدلك، هو رزقه من حر مالو تعبه وشقاه وعرقه. اما اذا كنتوا كيف كيف تخدموا الشركه، من الاحسن تضمني حقك يا بنت الحلال. تقدروا تخدمي انت وزوجك، تقدري تخدمي انت وباباك، تقدري تخدمي انت وخوك، انت ووليدك الى عندك وليدك شاب كبير يعني الله يبارك راجل. تخدموا كيف كيف تخدموا ديروا كيف كيف. 360 مليون تجيبيها في 12 شهر، حب يقول 30 مليون في شهر واحد. 30 يوم يعني واحد شهر 30 مليون. 30 مليون في 30 يوم، 30 مليون في 30 يوم، حب يقول مليون للنهار. كيفاش نجيب يا أمنا هذا مليون للنهار؟ وكيفاه بدون هذا راس مال؟ يعني كلام لا يعقل. نقول لك حبيبتي يعقل ويعقل ويعقل. مليون في النهار، حب يقول تبيعي 10 عفسات، 10 منتوج، اي كان هذاك المنتوج. شوفي انتي وش عندك، تبيعي 10 منتوج في نهار وتربحي فيه 100,000. 100,000، 100 و100 و100 و100، 10 خطرات كي جبتي مليون. فايدة في النهار. إما تبيعي 10 عفسات، 10 منتوج وتربحي فيهم 100,000 للنهار يوميا، هذه هي خدمتك. أو تبيعي 20 منتوج تربحي فيه كربح فقط، تربحي فيه 50,000 في النهار. إما يعني كل ما نقص الربح تاعك تزيدي من عدد المنتوج. إما 40 عفسة، 40 منتج، 40 ان برودوي هكذا تربحي فيه 25,000 للواحد. تبيعي مثلا على سبيل المثال، دوك نعطيكم امثله. عندك 40 حاجه، 40 حاجه اكسسوار، سوايع، نوادر، دي لونات، عندك دي مونطر، عندك دي براسلي فضه، نحاس، بلاكيور لي فريمون حاجه مضمونه ما يحوج. تربحي فيه 25,000، تبيعي 40 منتج. 40 منتج هذا تقولي لي وين راح نبيعو؟ وانا كي قلت يا ام ندى بدون راس مال. ايه بدون راس مال. شوفي اي واحد مثلا اللي يجيبوا السلعه، ولا لي جروسيست، تتفاهمي، ولا زوجك، ولا شوفي انت مرة تجيب، هي تجيب مثلا، تفاهمي معاها، قولي لها ما تمدي لي والو، اعطيني حاجه وحده نصورها سور انترنت ونحطها فيس، يعني في لي ريزو سوسيو، في الفيسبوك، في الانستغرام، في وين انت تكوني ناشطه. نصور غير منتج واحد نصورو ونحطو لو بري تاعو ونحط، ولازم وتحطي نيميرو تليفون تاعك ماشي نتاع المراه، نتاعك نتيا، وانتي تجاوبي الناس، وانتي تعرفي كيفاش تهضري مع الناس، وما تكذبيش، وتكون المصداقيه. حاجه تحول تقولي لها تحول، حاجه ما تحولش تقولي لها ما تحولش. مثلا دي سوفيتمون مثلا، عندك يعني اكسسوار سوفيتمون. كاين دوك نشوفوا حوايج واحد اخرين، مثلا تشوفي وحده تخدم الحلوه العراس، اتصلي بها وتشوفيها خدمتها شابه وما شاء الله، اتصلي بها وقولي لها اذا نجيب لك انا لي كليونت ولا لي كليون شحال تعطيني على الحبه نتاع الحلوه، وكوني انت وشطارتك وانت وقفازتك هنا، ما تخدمي، ما ديري حلوه، ما تحرحري، ما ترفدي، ما تحطي. تحطي لها نتيا اشهار تاع تصوري الحلوه نتاعها، مثلا الحلوه تاعها اللي هي تخدمها، وتحطي رقم الهاتف نتاعك ويتصلوا بك وتتفاهمي معاه. مثلا اذا هي تخدم 6,000 الحبه، قولي لها اعطيني 1000 راك على الحبه، وانا نجيب لك لي كليون. تكون مفاهمه وتكون مصداقيه، ما تدور عليها ما تدور عليك. وتروحي نتيا ديري لها اشهار وتوري الحلوه تاعها، وتحطي رقم الهاتف نتاعك اذا اتصلوا بك نتيا، ويعني تكوني انت انترميديير، يعني تكوني انت واسطه بينها وبين لو كليون ولا لا كليونت، الزبونه، وتتفاهمي معاها وترفدي هذيك الزبونه وتديها. انت راكي تفاهمتي مع صانعه الحلويات وخلاص، متفاهمين على كلش، تديها تتفاهم مع مولات الحلوى، وانت ثاني تقولي يعني هذيك مثلا اللي طلبت الحلوى تاعك، قولها انا راني انترميديير، ماشي انا اللي ندير الحلوى، يعني تكون المصداقيه. قولها انا نجيب لها لي كليونت فقط. رفديها، اديها معك وتشوف وتتفاهم مع مولات الحلوى، مثلا على 6,000 الحبه ولا 11,000 الحبه ولا 20,000 الحبه. انت عندك العموله نتاعك تعطيها لك المراه، يعني صانعه الحلوى، ما تعطيها لكش الزبونه، وتتفاهمي معاها
وتتفاهموا النهار اللي تديها اللي تطلب الحلوه نتاعها، والنهار اللي تروح تستلم الحلوه انت كنتي تكوني واقفه معها وتعطيك حقك على باش تعرفي شحال خدمت من حبه. ماشي تخدم 500 حبه وتقول لك خدمت غير 200. تكوني واقفه وتتفاهمي كل حاجه، تتفاهموا على كلش. ومن بعد كي تروح تستلم الحلوه نتاعها تكوني انت معها هذاك النهار وتاخذي العموله نتاعك على كل حبه شحال تفاهمتوا. يعني المهم ركزي لي على مليون للنهار، ركزي لي عليه مليون للنهار، ركزي لي عليه. تقولي لي يا ام ندى ماشي كل يوم يديروا الحلوه وانا نربح مليون للنهار. نقول لك هذه فلانه ربحتي معاها 200,000، وهذه فلانه ربحتي معاها 200,000، وهذه فلانه ربحتي معاها 200,000. ايا كان هذه اكسسوار وهذه حلوه، وهذه مثلا ملابس داخليه بعتيهم لها، وهذه اشياء اخرى. دوك نشوفوهم وانتي ركزي لي على 100 على مليون للنهار. ما قدرتيش على 100 مليون للنهار وانتي جديده ومبتدئه ومازال الناس كاع ما يعرفوكش، معليش حنا نضربوا السقف نضربوا البلافون. حنا رانا مركزين على 360 مليون في السنه. اذا انت مبتدئه ودخلتي غير الثلث نتاع هذيك لاستوم اللي انت كنتي محددتها مليون للنهار، انت جبتي غير 350 ولا 400 للنهار. لكن البركه في القليل. المهم مداومه، داومي كل يوم عندك هذاك المبلغ تدخليه في النهار وتتعبي عليه وتخدمي عليه نهار كامل وانت في التليفون في يدك. احنا اصلا نهار كامل التليفون في يدنا، اللهم نخدموا وندخلوا به دراهم احسن من يروح فاي فيان والبوليتيك نعمروا راسنا والحكايات وفلانه جابت وفلانه دارت وفلانه ندخلوا به دراهم. احنا الانترنت مخلصينها لا شارج تاع التليفون كل يوم نشارجيوه، التريسيتي راهو يذهب، اللهم ندخلوا حقه وزياده. قلت لكم ركزوا لي على 100 ركزوا لي على مليون للنهار. اذا دخلتي النص اللهم بارك، اذا دخلتي الربع اللهم بارك، اذا دخلتي الثلث دخلتي غير 350 ولا 400 للنهار. تخيلي 360 وتقسميها على 3. هاكي جبتي نقولوا غير هاكي جبتي غير 100 مليون في سنه. 100 مليون شكون عطاها لك؟ 50 مليون شكون عطاها لك؟ 70 مليون شكون مدها لك؟ يجيبها لك تعبك. تقولي لي يا ام ندى وين راهي الخدمه وراه رانا ماشي ما كاش الدراهم. نقول لك حبيبتي هذا الوقت هذا كاين بزاف يقول لك بكري الناس داروا دراهم، دوكا ما كاش الخدمه والدور عزيز لا حبيبتي، درك اللي رانا بكري اللي كان ما كانتش الخدمه. اما الان رانا وقت الخدمه، رانا مبليين بالشراء الهواسي، رانا مبليين غير نشرو. الوقت هذا يساعدنا بزاف باش تبيعي وتشري. ما تحتاجيش محل، ما تحتاجيش تكري، غير تليفون والتليفون وانت خدمتي به وانت ببليتي السلعه تاعك به وانت جبتي لي كليونت وديتي وجبتي وبعتي ورفدتي وحطيتي وانت ما درتي والو، غير دخلتي دراهم في جيبك. مع الوقت رايحين الناس يولوا يعرفوك، ورايحين الناس بزاف يقولوا لك نخدموا معاك ونسحقوك وتجيبي لنا لي كليونت. شوفوا البنات كي يكون مرا مثلا دير الحلوه تسنى حتى الناس يجوها، ممكن هي دير اشهار تاعها وحده، لكن هي تخدم بيد وحده. الحلوه ديرها بيد وحده، لكن انت لا قعدتي تبيعي وتشري وترفدي منه وتجيبي كليونت منه راح تخدمي ب 700 يد تاع فلانه ويد تاع فلانه ويد تاع فلانه، وانت كاع راكي راح تدخلي منهم الدراهم. هذه هي الفكره اللي جبتها لكم تاع نهار اليوم، مشروع بدون راس مال. انا عطيت لكم غير بعض الافكار واللي دير هي فيك، وكل وحده دير الفكره اللي تخرج عليها. اذا قدرتي تخدمي مع صاحبه الحلويات خدمي مع صاحبه الحلويات. اذا انت قدرتي تخدمي مع خياطه تقولي لها نجيب لك لي كليونت يخيطوا عليك، صوري المنتجات تاعها، صوري الخياطه نتاعها، صوري الجبب الحجابات لي غوب، اي شيء تخيطوا صوريه انت حطيه في لاباج نتاعك مع رقم الهاتف نتاعك انت. رقم الهاتف تاع الخياطه خليه ليك انت واسط بين الزبون والصانع. كما قلت لكم الحلوه الخياطه مثلا غير طيابه طيب في العراس برك، ولا طيب في العراس طيب التريتور ولا اي عفسه هكذا. انت تاني راح ديري له اشهار على لاباج نتاعك وتوري واش يخدموا، وقولي له اذا جبت لك لي كليون شحال ندي حقي. مثلا مرا عندها دار تكريها نفس الشيء، قولي اذا جبت لك لي كليون شحال ندي حقي. اي حاجه ادي حقك فيها انتيا. ركزي لي على الاشياء النسويه،
لانه كاين بزاف حوايج خدمات تاني تاع رجال احنا ما نقدر لهمش بزاف، يعني ممكن اذا كانت امراه مقتدره تخرج تعرف تهدر تخدم تتعامل مع رجال، لكن بزاف نساء بزاف. انا هذا المشروع جبته لرباتي البيوت، المراه اللي ما تقدرش تخرج اخدمي خدمه تاع نساء. من بين اللي قلت لكم المشاريع هذوما اكسسوار، يعني نظارات شمسيه، سوايع، دي بغاسلي يكونوا فضه، يكونوا بلاكيور، يكونوا حاجه هكذا مليحه اللي ما تحوش. كاين نحاس ثاني، دي سو فيتمون فام، كاين دي سال دي فات، خدموا مع لي سال دي فات. كل يوم كي نجيبوا لكم لي كليون شحال ندو حقنا، مثلا تكريها للنهار سوا ديزاين، غير مثال فقط، كاين كتر، كاين مثلا تكريها بربع ملايين ونص، قولها اعطيني 300 ولا اعطيني 400 الف للنهار وانا نجيب لك لي كليون. احسبي كل يوم عندك 400 ولا 500 الف للنهار غير في لاصال دي فات، هاكي ضمنتي اذا كان دخلتيهم 350 يوميا هاكي ضمنتي ال 100 مليون تاعك تاع السنه. احنا لي سال دي فات ما يخدموش على العام، يخدموا غير موسم فقط. ندير موسم لي سال دي فات، موسم للحلويات، نخدم مع لي كوافوس ثاني، هادو ثلاثه يخدموا في موسم واحد، هادو يخدموا في موسم واحد. اذا ربحتي نتيا 300 ولا 350 على سال دي فات، اذا ربحتي نتيا مع لي غاتو 300 ولا 350، اذا ربحتي نتيا مع لي كوافوز مع العرايس 300 ولا 350، هاكي ضمنتي المليون تاعك تاع النهار، المليون تاعك تاع النهار. ومن بعد يعني كل وحده فاش تلقى راحتها. هذه هي الفكره اللي جبتها لكم تاع نهار اليوم. ركزوا لي على مليون في النهار، مليون في النهار. مليون هذا في النهار لازم تبيعي 10 منتج تربحي فيهم 100 ألف، أو 20 منتج تربحي فيهم 50 ألف، أو 40 منتج تربحي فيهم 25 ألف إذا كان بيع وشراء، مثلا ملابس، مثلا خياطة، حلويات. ركزي لي على مليون في النهار. إذا ما قدرتيش على مليون في النهار، وأنا متأكدة يعني مع الوقت يعني كمبتدئة ما كيش تقدري، لكن مع الوقت هاكي رايحة تقدري وتجيبي كتر منه. ركزي لي على 500 ألف في النهار، ركزي لي على 250 في النهار، وانتي وش طارتك. اذا عندك مليون في النهار راح تدخلي لي 360 في الشهر ما فيه 365 يوم، حنا ركزوا غير على 360، رايحه تجيبيها في شهر واحد 360. اذا جبتي 500 ألف في النهار رايحه تجيبي النص نتاعها. اذا جبتي 250 الف في النهار راكي حتجيبي الربع نتاعها، يعني واصله ل 100 مليون ان شاء الله في السنه بدون راس مال. راس مالك هو تليفون تاعك ولا انترنت تاعك. هذا هو المشروع اللي جبته لكم النهار اليوم. متأكدة مليون في المية انه لا تبعتوا هذه النصائح وشوية تحفيز فقط، حفزوا نفسكم، ما يجي حتى واحد يحفزكم، اكيد عمرك جامي راح تزيدوا تطيحوا في دوامة الديون ودوامة الاحتياج، تولوا يعني ما شاء الله عليكم. ربي يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله، ربي سبحانه وتعالى. وكاين بزاف اللي يحبوا الفقر، يقول لك ان يعني الفقير حبيب الله. لا حبيبتي، ان الشيطان يعيدكم الفقر. هذه ربي سبحانه قالها في كتابه العزيز الحكيم. الشيطان يعيدكم الفقر، والفقر راح يفتح لك باب من ابواب الكفر، تولي تطيحي في الدين، تولي تسلفي الناس يسالوا، كاين يسرقوا، كاين يديروا الحرام، كاين يكذبوا، كاين اللي يربوا، كاين خلاص الفقر كلاهم، المشاكل تولي تدخل المشاكل الاسريه، يولوا يطلقوا، يولوا ولادهم يولي الانحلال الخلقي، يولي. الشيطان يعيدكم الفقر. وربي سبحانه وتعالى واش قال هذا رزقنا ما له من نفاذ. شوفوا الرزق تاع ربي شحال واسع، ما له من نفاذ. الرزق حنا نسعاولو، ماشي هو يجي لينا هكا داش يجي يدقدق في الباب ويدخل، لا، حنا نشقاولو. حنا الرزق راه موجود، الرزق راه كاين ما يخلاصش، ويعني غير الذكي اللي يوصل له. هذه هي حبيت نوصلها لكم. دائما اكتبوا في هذه الايه في ورقه، وكل يوم قراوها، حطوها قدام عينيكم وقراوها،
وحطوها في البورتموني تاعكم، حطوها في كناش، حطوها هذا رزقنا ما له من نفاذ. ربي سبحانه قال لنا هكذا. الوغ نسعاو للرزق نتاعنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي في قلبها حاجه راح تتحقق غير بالمشاريع وبالقفازه وبالشطاره. ما تبيعوا لا ذهبكم، ما تبيعوا، ما تسلفوا، ما ديروا الديون، ما تمدوا يدكم للغير، ما تتكلوا على ازواجكم يا ربي لا جابوا لكم قفه ووكلوكم في كرشكم وشبعوكم. اشقوا وخدموا وتعبوا وديروا لروحكم. هذه هي ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله ننفعكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.